بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامجكeenii kulanka muslimiinta isbaraarujintooda. barnaamijkeena kulanka muslimiinta isbaraarujintooda waxaan ku soo qaadanaa khudbooyinka jumcada masaajida magaalada Hadbeynta aan ka gaarno. barnaamijkeena kulanka muslimiinta isbaraarujintooda waxaan ku soo qaadanaa khudbooyinka jumcada waana barnaamij toddobaad oo ka baxay idaacada Qur'aanka Kariimka Al-Xigma xarunteeda magaalada Garowe. habeenka soo galaysa markay saacadu ku beegan tahay 8 fiidnimo. waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkeena kulanka muslimiinta isbaraarujintooda qodobada muhiimka lagu soo qaato khudbooyinka jumcada. toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena kulanka muslimiinta isbaraarujintooda khudbada jumcada ka baxday masjidka Al-Huda ee magaalada Garowe. waxaana khudbadani soo jeediyay fadiilatu Sheekh Cabdiraxmaan Zubayr Cabdulqaadir Wasame xafidahullah. waxaana khadiibku khudbada ku soo qaatay muhiimadda qofka muslimka ah u leeyahay maalmahan aad ku fadhiga weyn ee aan ku jirno iyo sidoo kale fadhiga ku jira ciida barakaysan ee foodeenu ku soo haysa waa ciida Carafo. kusoo dhawaada mar kale dhageystayaal barnaamijkeena kulanka muslimiinta isbaraarujintooda toddobaadkan aan ku soo qaadayno khudbada jumcada ka baxday masjidka Al-Huda ee magaalada Garowe iyo fadiilatu Sheekh Cabdiraxmaan Zubayr Cabdulqaadir Wasame xafidahullah. alxamdulillahi rabbil aalamiin من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب والسيئات ويجزل لهم العطايا والهبات. أشكره تعالى وقد خص بالفضيلة هذه الأيام المعدودات وأماكن المشاعر المعروفات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلنا على الخيرات والأيام المعلومات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه وعظموه في أعظم أيامه، فإن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، وتزودوا فيها من البر والتقوى وجانبوا الإثم والهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عباد الله، اعلموا أننا لا نزال في أيام 10 ذي الحجة الفاضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وقد مضى ثلث هذه الأيام، فالموفق من اغتنمها بالطاعات، والمغبون من فرط فيها وملأها بالسيئات. أيها المؤمنون، إن فريضة الحج التي هي الركن الخامس للإسلام إنما تؤدى في هذه الأيام المباركة. ومن المعلوم أن حكومة السعودية اتخذت قرارها بإقامة الحج هذا العام وفق ضوابط محددة لفئات محددة بسبب هذه الجائحة، جائحة كورونا، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وعن سائر عباده. ومن كان نوى الحج قبل هذه الجائحة أي جائحة كورونا فلم يتيسر له فأجره على الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، وفي هذه الأيام المباركة يوم عرفة، اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم علينا به النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المؤمنون، فالوقوف في يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم. يوم عرفة الذي تغفر فيه الزلات وتكفر فيه السيئات ويعتق الله من شاء من عباده من النار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن لم يحج فإنه يشرع له صيام يوم عرفة. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وجاء عن الصحابي الكريم حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه حضر يوم عرفة ومعه 100 رقبة، أي من العبيد والإماء، 100 بدنة، 100 بقرة، 100 شاة، فقال: الكل لله. فضج أهل الموقف وقالوا: يا الله، هذا عبد من عبيدك قد أعتق رقابه، فأعتق رقابنا من النار. فما أكرم الله وما أحلم الله ومن أجود من الله، وخاصة في ذلك اليوم أي يوم عرفة. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. أيها المسلمون، ويشرع في هذه الأيام المباركة التكبير المطلق طوال أيام العشر وأيام التشريق، وكذلك التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات المكتوبة، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. فيكبر المسلمون بعد الصلاة ويرفعون أصواتهم به. ومن صفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وفي هذه الأيام المباركة يوم النحر، وهو اليوم العاشر الذي هو أعظم الأيام عند الله، رفع الله قدره وأعلى ذكره وأقسم به في كتابه الكريم وسماه يوم الحج الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري في صحيحه. عباد الله، إن من أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر ذبح الأضاحي في يوم النحر، وهو يوم العيد الأضحى، وفي أيام التشريق الثلاثة بعده. وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة الدم تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذه الأضاحي سنة أبينا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وللأضحية شروط لا بد من مراعاتها، وهي أن تبلغ السن المعتبرة، وهي 5 سنوات للإبل، و2 للبقر، و1 للمعز، و6 أشهر للضأن، وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه ابن ماجه. والسنة أن يختار السمينة الطيبة لأنها قربان لله عز وجل. فعن أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. فاللهم وفقنا لصالح الأقوال والأعمال، واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين أواهين منيبين إليك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، ألا وإن مما يقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركة المحافظة على صلاة العيد مع الجماعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها وداوم عليها ولم يتركها في عيد من الأعياد، حتى إنه أمر بخروج النساء والعواتق وذوات الخدور والحيض، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها هو وأهل بيته ولا يفرط فيها، فيشهد الصلاة والخير ودعوة المسلمين. ومن آداب العيد أن يخرج المسلم إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، متطيبا لابسا أحسن الثياب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فيخرجن إلى الصلاة بغير زينة ولا طيب. ومن آداب العيد أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وأن يكثر من التكبير في يوم العيد. ومن آداب عيد الأضحى خاصة ألا يأكل شيئا حتى يصلي العيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضاهم يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.